السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحساس عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا رسميا عمر الساعي ضمن صفوف الأهلي 4 سنوات وإعارة 3 لاعبين منهم عمار حمدي. بيرسي تاو يحسم الجدل بشأن رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله إلى نيوم السعودي قرار نهائي. موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة سوبر جلوب وكواليس البطولة. قبل ما نبدأ حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. منهم عمار حمدي عرض 3 لاعبين من الأهلي للإسماعيلي ضمن صفقة عمر الساعي. قرر مسؤول النادي الأهلي إعارة عمار حمدي ضمن لاعبين آخرين إلى صفوف الإسماعيلي الموسم المقبل ضمن صفقة التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الدراويش الذي انضم إلى النادي الأهلي بشكل رسمي. وينضم عمار حمدي إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، بخلاف لاعبين آخرين يتم تحديدهما في وقت لاحق لتدعيم صفوف الدراويش في الموسم المقبل، حيث أنهى مسؤول النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي لمدة 4 سنوات مقابل 50 مليون جنيه. وأكد مصدر أن مجلس الإسماعيلي وافق على بيع عمر الساعي إلى الأهلي مقابل 50 مليون جنيه يتم دفعها على قسطين، الأول بعد استلام الاستغناء الخاص باللاعب، والثاني يتم تحديده في وقت لاحق. واتخذ مجلس إدارة الإسماعيلي قرارا بالإجماع في جلسة اليوم ببيع عمر الساعي إلى الأهلي. بيرسي تاو يحسم الجدل بشأن رحيله عن الأهلي قرار نهائي. حسمت جنوب إفريقيا بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل بشأن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء والانتقال إلى نيوم السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة مسؤول المارد الأحمر في عدم استمراره بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني على رحيله من الفريق. وقال بيرسي تاو في تصريحات إعلامية: أنا حاليا في فترة راحة، وهذه المرة الأولى التي أحصل فيها على أجازة مع النادي منذ انتقالي لصفوف الفريق خلال الفترة الماضية. وأوضح اللاعب: تعرضت لإصابة قوية مع نهاية الموسم، لكني أعمل حاليا على التعافي منها وأستمتع بوقتي في مصر، وغير مهتم نهائيا بما يكتب. أنا معتاد على هذه التقارير، وهذا الأمر جزء من عملي، ولا بد أن أواصل العمل وأظهر بأفضل شكل مع الفريق. وشدد بيرسي تاو على أن انتقالي إلى برايتون الإنجليزي كان حلما كبيرا بالنسبة لي، وضحيت كثيرا من أجل الانتقال إلى النادي الأهلي، وسأواصل العمل للتواجد دائما على منصات التتويج. وتابع تاو: لم تكن هناك فجوة بين راتبي مع نادي برايتون الإنجليزي والراتب الذي أحصل عليه مع النادي الأهلي، ودائما هدفي هو الظهور بأفضل شكل والحصول على ثقة المدير الفني. موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة سوبر جلوب وكواليس البطولة. تشهد الساحة الرياضية المصرية حالة من الحماس والترقب مع اقتراب موعد انطلاق النسخة 17 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر. وتعد هذه البطولة التي تستضيفها مصر لمدة 3 سنوات متتالية فرصة ذهبية لعشاق اللعبة لمشاهدة نجوم العالم يتنافسون على لقب البطولة.
ومن أبرز مباريات البطولة المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي المصري وعملاق كرة اليد الأسباني برشلونة، حيث ستقام هذه المباراة في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 19 سبتمبر، وستكون إعادة للمواجهة التي جمعت الفريقين في النسخة الماضية من البطولة والتي انتهت بفوز برشلونة. ويسعى الأهلي هذه المرة لتحقيق نتيجة إيجابية والانتقام من الهزيمة السابقة. يتأهل إلى الدور نصف النهائي متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني. وبهذا النظام ستكون المنافسة شرسة في جميع المجموعات، حيث يسعى كل فريق إلى حجز مقعده في المربع الذهبي والتنافس على لقب البطولة. يضم بطولة سوبر جلوب هذا العام نخبة من أندية كرة اليد العالمية، حيث يشارك إلى جانب الأهلي والزمالك كبار الأندية الأوروبية مثل برشلونة الأسباني وماجدبورغ الألماني وفيرد بريم المجري، بالإضافة إلى أندية من قارات أخرى مثل أمريكا الجنوبية وإستراليا وآسيا. المجموعة الأولى فيز بريم المجري، الزمالك المصري، توباتي البرازيلي. المجموعة الثانية برشلونة الأسباني، الأهلي المصري، جامعة سيدني الاسترالي. المجموعة الثالثة ماجدنيوبورغ الألماني، الخليج السعودي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي. قبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحجاج عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.